اختراعات اخترعها المسلمين وغيرت العالم. الجزء الاول. رقم 1، علم الجبر. الجبر مش مجرد مادة في المدرسة، لكنه اساس كل الحسابات اللي بيقوم عليها الكمبيوتر والانترنت وحتى البنوك. واللي اسس العلم ده كان العالم المسلم الخوارزمي في القرن التاسع، ومن اسمه جت كلمة الجوريزم او الخوارزميات، واللي لسه بنستخدمها لحد دلوقتي. رقم 2، المستشفيات الحديثة. فكرة انك تروح مكان فيه اقسام مختلفة، بطنة او جراحة او عيون، ومعاك ملف طبي بيتسجل فيه تاريخك. ده كله بدأ في البيمارستانات اللي اسسها المسلمين في بغداد ودمشق، وكانت المستشفيات دي مجانية وعامة للناس، يعني كانوا سابقين العالم بقرون طويلة. رقم 3، العدسات والبصريات. ابن الهيثم كان اول واحد يشرح ازاي العين بتشوف وازاي الضوء بينكسر، وابحاثه دي هي اللي فتحت الباب لاختراع النظارات والكاميرات، بل وحتى الميكروسكوبات والتلسكوبات. يعني ببساطة من غير ابن الهيثم ما كناش هنشوف العالم بنفس الطريقة. رقم 4، الخرائط الدقيقة. الإدريسي عمل خريطة للعالم في القرن ال12، وكانت الأدق على الإطلاق وقتها، لدرجة إن الملوك الأوروبيين كانوا بيعتمدوا عليها في رحلاتهم واستكشافاتهم. يعني من غير الخرائط دي كان ممكن الاكتشافات الجغرافية تتأخر لمئات السنين. رقم 5، القهوة. المشروب اللي بيفوق العالم كله بدأ مع المسلمين في اليمن في القرن ال15، وبعدها اتنقلت للقاهرة وبعدين اسطنبول وبعد كده لأوروبا، ومن هناك غزت العالم كله. عاوز أقول لك ببساطة كده، من غير علماء المسلمين كان هيبقى العالم مختلف تماما.